عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول. ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة اكل حلوة وسهلة وبسيطة. هنعمل فراخ محمرة، وهنعمل ملوخية ناشفة، وهنعمل مكرونة. انا هنا نزلت بحلة على النار، حطيت فيها مية، كمية المية المناسبة، ونزلت فيها بطماطم، واحدة ليمون مجفف، وفلفل اسود، وحبهان، وجزر، وبصل، يعني بوكيه جرنيل للشوربة، يعني اي حاجة موجودة نحطها في الشوربة. طبعا الفراخ دي انا غسلاها كويس قوي ونقعاها ومظبطاها، ونزلت بيها في المية، سبتها على النار شوية. وبعد كده طبعا لازم نحوش اي ريم موجود على الوش، لازم نحوشه. اي ريم موجود لازم ان احنا نحوشه، عشان خاطر دي زفارة، يعني عشان ما تبقاش الشوربة ريحتها زفرة او طعمها وحش. طبعا حشتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو في حاجة بس حشناها لحد ما ظبطنا الدنيا. جبت كده خلاط ونزلت فيه بحبيتين طماطم، ضربتهم في الخلاط. هنزل بيهم بقى في الحلة كده على جنب، ونغطي عليهم. دول هنستخدمهم للملوخية، هنعمل ملوخية ناشفة هنستخدم فيها طماطم. هنشيلهم كده على الجنب ده لحد ما نرجع لهم. ونزلت بحلة تانية على النار. طبعا هنا الشوربة كانت خلاص قربت تغلي، فانا اديتها تشويحة كده. وبرضو لو كان في حاجة ولا كده تاني، برضو ريم ولا حاجة حشتها. وهنغطي عليها نسيبها بقى تستوي. نزلنا بحلة على النار، نحط بقى سمنة، وهنستخدم بقى مكرونة، 1.5 كيلو مكرونة. ننزل بالمكرونة على السمنة كويس كده، نديهم بقى التقليبة. نفضل بقى ان احنا نشوح في المكرونة لحد ما تاخد لون وتبقى كلها زي بعضها. احنا منحاولش ان احنا نسيب المكرونة ونتشغل في حاجة تانية، لانها هتتحرق بسرعة، مبتاخدش على النار، يعني في التحمير. نقلبها بالشكل ده. ما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وتحطوا لايك. واتمنى انكم تنوروني في قناتي. كده نزلت بحالة تانية على النار، وحطيت فيها الطماطم اللي ضربناها من شوية. هسيبها بقى تغلي. نرجع للمكرونة تاني، نقلب في المكرونة كويس عشان ما تلسحش مننا ولا تتحرق مننا. احنا سايبين الفراخ طبعا تطيب على ما ما نحمر المكرونة والطماطم بتاعة الملوخية تغلي. طبعا انا الفراخ انا مولعة عليها من بدري، يعني مولعة عليها اللي يجي مثلا ساعة الا ربع كده ولا حاجة. كده المكرونة بقت تمام، شوحت وبقت حلوة اهي. كده احنا مش هنحتاج ان احنا نشوح اكتر من كده. انزل بقى عليها بالشوربة كمية مناسبة. ننزل بكمية الشوربة، نظبط الشوربة ونظبط الملح، ونشوف الدنيا قبل ما نغطي عليها، علشان مش كل شوية هنعري عليها عشان ما تعجنش مننا او تبقى ناشفة كده شوية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. نديها تقليبة. انزل بكمية شوربة تاني. تمام كده، نغطي عليها بقى نسيبها تستوي على ما نعمل الملوخية. هنا بقى كانت الطماطم بتغلي، هنزل عليها بالشوربة. برضو الشوربة دي بتغلي، شوربة فراخ. هنزل بالكمية اللي انا محتاجاها.
ننزل بكمية الشوربة كلها كده. ننزل بكمية الشوربة كده، سيبناها بقى تغلي على النار. انزل بقى بالملوخية كده على طول، نقلب بقى على طول كده علشان الملوخية ما تكلكحش مننا، لازم نقلب بسرعة كده. انا هنا حسيت ان هي محتاجة ملوخية تاني، زودت لها برضو حبة ملوخية كمان. نيجي بقى نجهز التقلية بتاعة الملوخية. طاسة على النار، ننزل فيها بمعلقتين سمنة حلوين، وننزل فيها بالثوم اللي احنا دقينه قد 5 6 فصوص توم كبار كده، ندقهم كويس وننعمهم وننزل بهم في السمنة. هنزل انا بقى على الثوم وعلى البطاطس ده بمعلقة كزبرة ناشفة، طبعا بتبقى حلوة قوي كده. الكزبرة اهي نزلت بيها، ندي بقى تقليبة كويسة كده للثوم، طبعا تبقى ايدينا فيه برضو عشان ما يتلسحش مننا. هنا كده التومة بقت تمام. نطش بقى الملوخية، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده كانت ريحتها تحفة يا جماعة. اتمنى انكم تجربوها بالطريقة دي تعجبكم ان شاء الله. طبعا لازم ننزل بحبة ملوخية في الطاسة كده، ونرجعهم تاني في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. وده الشكل النهائي. مكرونة ما شاء الله استوت وشكلها حلو، بسم الله ما شاء الله. شايفين المكرونة يا جماعة مستوية وطعمها حلو قوي. وخلصنا الملوخية، ندخل بقى على التحمير. نحمر الفراخ، شايفين المكرونة يا جماعة، الملوخية ما شاء الله. دي ملوخية ناشفة مش خضرة، بس برضو شكلها اخضر لان احنا بنعملها بطريقة الصح يعني. وننزل بقى بالمكرونة، نغرف المكرونة في الاطباق كده. اتمنى انكم تجربوا وصفاتي ويا رب تعجبكم. واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ونورني كده في قناتي باشتراك ولايك حلو زيكم كده. وهنا كان الشكل النهائي يا جماعة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير. كنتم مع